في الحلقة دي أقول لك على أسهل طريقة تقدر من خلالها إنك تعمل نسخ كتيرة جدا زي كده من لوردز موبايل على الهاتف بتاعك بخطوات سهلة وبسيطة جدا من غير ما تستهلك من الباقة بتاعتك أو من الإنترنت بتاعك. كل اللي هنحتاجه في الطريقة دي هو برنامج موتش كلونر. هتلاقي البرنامج موجود في جوجل بلاي، هسيب لك الرابط في الديسكريبشن. هنحمل البرنامج وبعد كده هنفتح البرنامج وهنضغط على علامة الزائد اللي موجودة من تحت ونختار اللعبة أو التطبيق اللي احنا حابين نعمل كذا نسخة منه، على سبيل المثال لوردز موبايل. وبعد كده هنضغط على ستارت برودكشن، هنستنى شويه. بعد كده هنضغط على انستول كلون، هيفتح معانا المتصفح. هنضغط على التنزيل، هيعمل لنا الملف بتاع اللعبه باسم تاني خالص علشان ما يبقاش فيه مشكله ونقدر ان نثبت اكتر من نسخه باسماء مختلفه من اللعبه اللي احنا حابين نعملها او التطبيق اللي احنا حابين نستنسخه. بعد كده هنفتح الملفات وهنلاقي التطبيق اللي نزل بنفس الاسم بتاعنا لوردز موبايل 2. هنضغط عليه وهنبدا اننا نثبته بشكل عادي جدا. هتثبت معانا التطبيق عادي جدا. دلوقتي لما نيجي نفتح اللعبه في مشكله هتواجهنا، هي ان مفيش ملفات الاو بي بتاعه اللعبه اللي بتتحمل من جوجل بلاي، فاحنا هنعمل لها نقل بشكل يدوي بكل سهوله. هنفتح برنامج وينرار، هتلاقي برضو رابط التحميل بتاعه في الديسكريبشن من جوجل بلاي، وهنفتح ملف اندرويد. بعد كده هنفتح ملف او بي بي. بعد كده تلاقي في الاو بي اسم ملف اللعبه عندك باسم مختلف جدا بنفس التوقيت ونفس التاريخ اللي انت ثبتت فيه اللعبه، يعني اخر ملف اتعمل عندنا هو الملف ده على حسب التاريخ والوقت. فهنفتحه وهنلاقي ان الملف ده فاضي تماما ما فيهوش اي حاجه. فاحنا كل اللي محتاجينه ملف الاو بي الاصلي بتاع اللعبه اللي نازل من جوجل بلاي مع اللعبه الاصليه. هنرجع في ملف الاو بي الرئيسي وهنضغط على ملف اللعبه اللي هيكون باسم اي جي جي اندرويد لوردز موبايل. بعد كده هنلاقي الملف اللي موجود قدامنا بالشكل ده مساحته 1 جيجا ونص. بدل ما نحملها هنضغط ضغطه طويله ونضغط على نسخ الى الحافظه. بعد كده هنرجع تاني على نفس الملف اللي احنا فتحناه في الاول اندرويد او بي بي لوردز موبايل. بعد كده هنعمل لصق عادي جدا كاننا بننقل الملف من الملفات عادي. وبعد كده هنرجع على اللعبه، نفتح اللعبه نشغلها، نلاقيها اشتغلت معانا عادي جدا بدون اي مشكله. استفدت من الحلقه؟ ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد، وتعمل شير علشان غيرك يستفيد.